السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم من قناتكم العالم في بيتك. النهارده هاكلمكم عن قرار جديد أمريكا بتعمله، اللي هو لو أنت عاوز تطلع فيزا سياحة، لو عاوز تأشيرة زيارة أو زيارة عائلية. القرار ده يا جماعة اللي هو 15,000 دولار هتحطهم كوديعة. ففي 3 أخبار هقول لكم عليهم. أول خبر، خبر حلو وخبر وحش وخبر بصراحة إن هو يقلق شوية. أنا هابتدي بالخبر الوحش، إن ده فعلًا مش مجرد اقتراح، ولكن ده قرار هيتطبق من 20 أغسطس لعام 2025، اللي هو إن هيصبح أنت دلوقتي لو عاوز تعمل تأشيرة سياحة أو تأشيرة زيارة، هتدفع وديعة من 10 ل15,000 جنيه بس. دول معينة، دول معينة. الدول اللي هم أعلنوا بالفعل إن هم هيطبق عليهم القرار دوّة هي زيمبابوي وملاوي. والخبر الحلو إن مصر والدول العربية مش من الدول اللي هيطبق عليها قرار إنك تدفع من 10 ل15,000 دولار كوديعة. طيب، إيه بقى الخبر اللي هو يعني يقلق شوية أو يحزن؟ قالوا إن هما في كل شوية في تحديثات عن في الموقع، إن في بعض الدول هتدخل القرار دوّة. فدلوقتي إحنا مش عارفين، ولكن مصر حاليًا في الوقت الحالي مش داخلة جوّه القرار دوّة. فأنت لو أنت هتقدم على تأشيرة أمريكا، فأنت يا سيدي قدم براحتك ومش تدفع من 10 ل15,000 دولار، عشان خاطر لسه ما اتطبقش عليك القرار ده. ولكن اتطبق قرار، وده خلاص قرار، في قرار اتطبق إنك هتدفع 250 دولار على تأشيرتك السياحية أو تأشيرة الزيارة أو تأشيرة البيزنس اللي هي B1 B2. هتدفع 250 دولار كتأمين للسفر. معنى التأمين إيه يا جماعة؟ التأمين إنك أنت لو رُحت مثلًا أمريكا ورُحت هناك وكسرت التأشيرة، هنا بقى هياخدوا منك ال250 دولار في حالة إن أنت كسرت تأشيرتك، أو لو أنت من الدول اللي هي اتطبق عليها القرار، اللي هي تدفع من 10,000 دولار ل15,000 دولار فياخدوهم كتأمين. القرار دوّة يا جماعة لسه هيطبق يوم 20 أغسطس، وهيطبق على بعض الدول. نصيحة أخيرة بس، أنت لو رايح أمريكا وعاوز تكسر، فأنت ما تكسرش، لأن الأيام دي بتكون صعبة جدًا، جدًا، جدًا. وعشان خاطر تعمل لجوء ولا عشان خاطر تعمل أي حاجة، فالقرار حاليًا الأمور صعبة جدًا، جدًا، جدًا. في كمان حاجة بس كمان بالنسبة لتأشيرات اللوتري، في كلام كبير جدًا إنك فعلًا هتدفع فلوس، وليكن مثلًا من 200 ل250 دولار على الفرد الواحد، وأنت بتقدم للوتري 2026. ده قرارات جديدة في أمريكا. ونصيحة، لو أنت رايح أمريكا، أنت لمّا بتروح تكسر هناك أنت هتبهدل نفسك، أنت هتتعب، أنت مش هتعرف تعمل إقامة، أنت مش هتعرف تعمل إقامة وهتبهدل نفسك، بل كده إن أنت هتأذي نفسك وهتأذي المواطنين الدولة اللي أنت جاي منها. أنت جاي من سين والّا من صاد والّا من عين، أنت الدولة اللي أنت جاي منها دي هتأذي مواطنينها، فأنت ليه تأذي نفسك تأذي مواطنينها؟ فأنت لو أنت عاوز تروح هناك، روح يا سيدي قضّي غرضك، روح ضبّط حالك وارجع تاني، ما تأذيش أهالي الناس والناس اللي هم رايحين يزوروا مثلًا أهلهم أو حاجة زي كده. هتبقى الأمور أصعب بكتير جدًا. تصوّر واحد مثلًا رايح يزور ابنه، أو رايح واحد مثلًا يزور أخته، أو واحد رايح يزور أبوه، لازم يدفع على كل جواز من 10 ل15,000 دولار لو اتطبّق علينا، وحاليًا ما اتطبّقش. يعني لازم تدفع مثلًا، تحُط مثلًا 1,000,000 جنيه كوديعة عشان خاطر تشوف ابنك والّا تشوف بنتك. فأنت دلوقتي لمّا بتروح هناك وبتعمل كدهوّة، أنت بتأذي غيرك.
فما بتأذيش نفسك بس. فأنت دلوقتي لازم تاخد الحاجات دي في عيون الحسبان. وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله انتظرونا في سلاسل من الفيديوهات. وأنت أي حاجة محتاجها في السفر والسياحة، سواء مثلا هتسافر أوروبا ولا تسافر أمريكا ولا تسافر دول آسيا، ولا عاوز تاخد الشنجن إزاي، ولا عاوز تفكر في السفر في أي دولة، اكتب لي في الكومنتات وإن شاء الله أنا هجاوب عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش متابعة القناة واللايك والشير. الله يجازيك خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.